الرابع العالم، المنتخب المغربي المصنف الثاني عشر على مستوى العالم. الكثير والكثير، وهذه عرضية اسماعيل، يا اسماعيل، اسماعيل سيباري يضع اسمه على لافتة التاريخ، على أول صفحات التاريخ، أول من يسجل في ملعب الأمير مولاي عبد الله بعد الافتتاح الجديد. التاريخ سيذكر الخامس من هذا الشهر، الخامس من سبتمبر 2025. إسماعيل سجل الأول في هذا الملعب لأسود الأطلس. شوف الجملة، شوف اللمسات، شوف التمريرة. عيني عيني على الأولاد، عيني عيني على الأولاد. شوف يوسف، شوف يوسف، شوف بل عمري حطها بالدقة يا عيني. إيه لإسماعيل سيباري ليزور مرمى النيجر للمرة الثانية كما فعل في المباراة الماضية. نيل العيناوي، نيل تمريرة في منطقة الجزاء مبعدة لتعود مرة أخرى إلى أشرف داخل منطقة الجزاء. أشرف يمرر والكرة تبعد لتعود مرة قويا من بلعمري ومن إسماعيل سيباري ومن البقية. وهذه محاولة، إلياس يقطع مسافة، يمرر إلى دياز ومامادو أقرب في محاولة ما زالت خطيرة. أيوب التسديد في كرة تعود لإسماعيل مقطوعة لتصبح بها مشروع مرتدة. الخطأ موجود على سفيان في بداية موسم، لذلك دكة البدلاء سيكون لها دور كبير. وهذه عرضية تلعب، الله، مزيان بالزاب، مزيان يا إسماعيل سيباري يسجل الثاني في ليلة تاريخية لإسماعيل. مرة أخرى يزور مرمى النيجر، يسجل الثاني لمصلحة أسود الأطلس. سعادة كبيرة في المدرجات وانتصار رائع وهدفين ولا أجمل لأسود الأطلس في شوط أول لم يقدموا فيه العرض الخيالي، لكن الأهداف كانت حاضرة. شوف أشرف حكيمي حطها. قيمة اللاعب الكبير، قيمة البلندوري. أشرف حطها لإسماعيل. مونديال 2026 محاولة عرضية جديدة. العرضيات كانت السر، الكرات العرضية كانت السر، وهذه تسديده، الله. وبهذه الأهداف الجميلة من إسماعيل سيباري، لكن حتى الآن لم ينتهي. المزيد ما زال أشرف كان قريب. هذه المرة كان يبحث اللاعب الذي تمنى وما زال يتمنى بأن يحقق، يكون لديه القدرة في إغلاق الأطراف والكرات العرضية الرائعة. وهذه تسديدة مرة أخرى لكنها بعيدة. لم يستطع منتخب النيجر أن يوقف الكرات العرضية المتقنة عند أشرف. مرابط استلام دياز قادر على الدخول، وأشرف تسديدة. رغبة كبيرة من القائد البلندوري أشرف حكيمي في مباراته 86 الدولية مع منتخب. في كرة ترسل إلى الأمام مقطوعة إلى أيوب إلى إلياس عنده رغبة كبيرة في التسجيل، لكن إسماعيل سيباري تخصص في مرمى النيجر. طالت الكرة الماضية من أمامه إلى ضربة مرمى. وذكر أيضا أنه النيجر يلعب ب10 لاعبين من الدقيقة السادسة. وصلت عن طريق سفيان، تمريرة في العمق، استلام، تحضير، تسديدة. الثالث قريب في كرة تصل عن طريق دياز، تحضير في آخر لحظة كان الهدف قريب. الظهير الأيسر يقوم بأدوار المهاجم. يوسف بلعمري بعد أن صنع الأول كان قريب من استقبال تمريرة خيالية من إبراهيم دياز، لكنها أخيرة في الشوط الأول تلعب
عرضية عالية وتدخل مامادو لركنية أخرى من الجهة المقابلة في كرة طالت مغربي الحاضرة. وهذه عرضية تلعب في مكان، لكن مامادو اختبر كثيرا، وهذه تسديده. الله الله الله، فورمة عالية يا يوسف، فورمة عالية لبالعمري، صنع الأول وعنده رغبة كبيرة في التسجيل. الأظهرة في منتخب المغرب تقول احتياطي. وهذه محاولة الآن تقعد قبل أن تصل عند إيدي بايور بالرقم 10 مع في تشكيلة منتخب النيجر اللي يقودها يوسف عمارو قائد منتخب النيجر الموجودة، نخبة الأفضل على مستوى العالم بكل تأكيد في القارة الأفريقية. سيكون الضغط كبير على اللاعبين، لكن هذه محاولة جول. أيوب يا أيوب بعد طول انتظار وبعد صبر طويل، أيوب الكعبي يسجل. أيوب لم يستسلم، لم يظهر في الشوط الأول بالشكل المطلوب، لكن مع بداية الشوط الثاني يسجل بدون مشاكل. يسجل أيوب الثالث، الهدف الثالث يسجل ليطمئن المنتخب المغربي على النقاط الثلاث في مباراة أصبحت الآن احتفالية بالتأهل إلى المونديال في مرمى النيجر. سجل الأول والثاني من الكرات العرضية، وجاء الثالث بنفس الطريقة من مسافة أقرب، لكنه عن طريق نفس اللاعب يوسف بالعمري اللي يقدم مباراة غير عادية ويصنع الأهداف. وهذا الثالث يأتي من أيوب بعد طول انتظار وبعد صبر أيوب لم ينفذ، لذلك أخرى من جانب المدرب وليد الركراكي. لكن هذه المحاولة الآن تصل عن طريق إسماعيل سباري، عادت مرة أخرى إلى إسماعيل التحضير. أشرف حكيمي عنده رغبة كبيرة، حكيمي عنده إصرار كبير من الشوط الأول بأن يسجل، يضع توقيعه البلندوري في شباك أيوب الكعبي السلام، تصل عند إسماعيل، انطلاقة إلى إلياس وحارس المرمى مفيدة للشوط الثاني. كانوا يبحثون عن تقليص الفارق، لكن الأمور الآن أصبحت أصعب، وهذه محاولة وحالة تسلل كانت واضحة. انتصار أيضا بالأمس وتألق كبير لعربي أفريقيا في انتظار التأهل الرسمي. وهذه محاولة تسديدة عند مامادو. 9 منتخبات البدلاء، لكن بعد هذه الهجمة الكرة تصل عن طريق أشرف حكيمي في محاولة عرضية رائعة، وأيوب تابعها لكنها مبعدة من الدفاع. وحديث بين المدرب ومساعدة، لكن هذا تمريره. الله، حالة تسلل وحسرة كبيرة على إضاعة هذه اللقطة الخطيرة من أيوب الكعبي اللي كان يبحث عن هدف الرابع لمنتخب بلاده. التسلل كان موجود يا أيوب، كان موجود يا أيوب، لكن اللعبة كانت رائعة بنفس الأسماء. إذن أيضا علي محمد يغادر أرضية الميدان في هذا التبديل. وهذه تمريرة إسماعيل وحارس المرمى في المكان المناسب. كرة أبعدت، أصبحت مرتدة، لكن المهاجم الوحيد قصيرة ياسين بونو في المكان المناسب في تمريرة صناعة من الحارس للحارس. كاد ياسين أن يصنع الهدف الرابع، لكن اللاعب المسؤول عن التوازن بين الدفاع والهجوم لا يمكن الاستغناء عنه أبدا. لكن هذه محاولة عرضية تلعب إلى ركنية لمصلحة منتخب الغنية، دخل من خلالها بلال الخنوس، ما زال أناحي أيضا موجود في دكة البدلاء. عرضية تلعب على القائم الثاني عالية ورأسية، والرابع بالرؤوس يا حمزة، بالرؤوس في أول لمسة. حمزة إكمان يكمل ما بدأه البقية، ما بدأه إسماعيل وأيوب، يكمله حمزة إكمان ويسجل في هدف إن جاء بالرؤوس
بالرؤوس من نايف أكراد، وضعها على رأس زميله حمزة إكمان ليسجل من أول لمسة. أول لمسة الرابع يأتي لمنتخب أسود الأطلس، لمنتخب المغرب. شوف الراسية، شوف وضعها، حطها أمام حمزة، حمزة في الشباك. الرابع يأتي عن طريق البديل حمزة إكمان ليكمل ما بدأه إسماعيل وأيوب الكعبي ويسجل الهدف الرابع. مع وجود عدد رهيب من النجوم في التشكيلة الأساسية والاحتياطية، وهذه الكرة المرتدة السريعة مع المساحات، حمزة طمع فيها. حمزة كان طماع حمزة في مباراة أصبحت احتفالية مع الوصول لل20 دقيقة الأخيرة. 4 أهداف مقابل لا شيء تضع المنتخب المغربي في المونديال. الصباري يقدم لمحة غير عادية، لمحة برازيلية، وهذه محاولة في كرة تعود إلى أشرف، عرضية رأسية، الخامس لكن التسلل يمنع الخامس من بلال خنوس اللي سبق وأنزار مرمى النيجر في المباراة الماضية وسجل هدف نوعا ما. لتعود مرة أخرى في وسط الميدان، فرصة لمصلحة النيجر، تمريرة في مكان ممتاز، استلام، تسديدة، وياسين بدون مشاكل راسة على مستوى العالم. كرة ترسل في الطرف الأيسر في مكان ممتاز عند إسماعيل، يتفرغ الآن للصناعة بعد أن سجل الهدف الأول والثاني. وتبديلات قادمة، من يغادر؟ عز الدين وناحي سيدخل، التي بدأت في مونديال دييغو أرماندو مارادونا في 86، وهذه محاولة أن تصل عندما انتهت المباراة بنتيجة 2-1. لكن هذه العرضية تلعب في مكان ممتاز، فرصة أوناحي، لكن كرواني، وهذه عز الدين أوناحي، وتسديدة، لكن حارس المرمى مامادو تانغا. لكن هذه الكرة بعد ذلك تبعد، تعود مقطوعة في مكان، فرصة الخامس، تسديدة، أوناحي، جول! عز الدين أوناحي يسجل ال5 على أسود الأطلس. الله الله الله، خماسية في مرمى النيجر تنقل أسود الأطلس للمونديال. 5 أهداف رائعة، والأروع يأتي عن طريق عز الدين أوناحي.